شايفين البصل اللي على سطحنا يا جماعة؟ البصل دي احنا زارعينه على سطحنا، بس البصل دي مش بصل هيتاكل اخضر، لا ده دي بصل خزين، يعني بصل هيتحط في المطبخ علشان نطبخه بيه، ده بصل خزين. ماشي. البصل ده مزروع على سطحنا، وانا جايه النهارده علشان نعمل له عمليه خربشه للتربه، فيه رجله وحشائش، فانا جيت النهارده علشان ننقي الحاجات دي منه، علشان ندي للراس بتاعت البصلايه مساحه انها تطباق، علشان الحاجات ديت بتقلل ما بتديش مساحه لراس البصلايه انها تطباق. المسؤول عن الريحه النفاذه اللي في البصل يا جماعه او البصل او الثوم هو عنصر الكبريت. بينظم مستوى السكر في الدم، وبقلل مقاومه الانسولين، بقلل ارتفاع ضغط الدم، بحافظ على صحه القلب والشرايين، وبينشط الدوره الدمويه، بيقلل الكوليسترول الضار. طبعا البصل يظبط الهرمونات، وكمان فيه فيتامين سي بيحارب البرد والانفلونزا وبيوسع الشعب الهوائيه. طيب ماشي. البصل، طريقة زراعة البصل احنا جبنا، اللهم صل على النبي، شايفين بقى ديت الحاجات اللي انا بنجلعها من البصل اهو. ماشي. طبعا طريقة زراعة البصل، بتجيبوا البصلاية، بيكون البصلاية حجمها بيكون صغير جدا، بتجيبوا البذكة. طبعا الحاج اسماعيل عامل لنا هنا هو عامل لنا شتلات بيعمل لنا البصل ازاي. الحاج اسماعيل بيخلي كام بصلة كده في السطح، يعملوا جنارة كده زي الفلاحين ما بيقولوا، بيعملوا الجنارة ديت علشان ديت هي تجاوي البصل، بدي بياخد منه تجاوي بصل من الجنارة دي تجاوي. فالحاج اسماعيل بياخد التجاوي ديت وبيحتفظ بيها للموسم اللي بعد كده، السنة اللي جاية، بيزرع منها في حوض صغير، وبيعمل شتلات وبيوزع على السطح زي ما انتم شايفين كده. بس بيقعد الشتلات ديت بقعدها حوالي 60 يوم في الارض. البذور دي بيزرعها وبتقعد حوالي 60 يوم في الارض تقريبا في الحوض اللي هو عامله لحد ما تكبر، وبيجيبها وبوزعها، بيعمل منها اللهم صل على النبي، بوزعها على السطح وبوزعها على المكان كله علشان تطلع بصل. دي بصل الخزين، ان بصل الخزين بيتعمل شتلات وبيتوزع. طب هو البصل الاخضر اللي بيتاكل بيعمل فيه ايه؟ بتجيبوا البصلايه وتجوروها وتزرعوها، دي بيبقى بصل او بصل بيتاكل اخضر. ماشي. دي طريقة زراعة البصل. وانا كنت صورت معاكم قبل كده فيديو عن زراعة الثوم وحصاد الثوم، وحصدت معاكم كمية كبيرة من الثوم، وان شاء الله لما نيجي نحصد البصل هنوريكم حصاد البصل وقد ايه احنا سطحنا كان فيه كمية بصل كبير. حتى في بصل هناك اهو، تصوروا يا محمود، عايزاك تصور البصل اللي هناك ده كله يا محمود، البصل اللي هناك ده كله ان شاء الله لما نيجي نحصده هو والبصل دي هنوريه لكم، وهنعمل معاكم فيديو ان شاء الله. ماشي. اما طريقة تخربيش البصل، بتمسكي التربة كده، بتمسكي التربة وبتيجي بسن العواجة من تحت من هنا كده، ديت اسمها عواجة، في ناس بيقولوا عواجة وناس بيقولوا منجرة، كل بلد ولها لهجتها. ماشي. بتمسكي العواجة او المنجرة وتعملي كده وتخربشي في التربة. عملية الخربشة دي بتنشط التربة وبتساعد على ان زي ما تقولي كده ان احنا بناكلوا حاجة بتنشط الدورة الدموية عندنا. فهو الخربشة ديت بتعمل عملية تنشيط للتربة، بتخلي التربة تبقى حلوة كده والبصلة تكبر. ماشي. تعالى يا محمود، انا عايزه نوري لهم البصلايه. شوفوا البصلايه حجمها قد ايه وهي في الارض. تعالى يا محمود صور. شايفين البصلايه حجمها قد ايه؟ اهي شايفين البصلايه حجمها قد ايه اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين البصل اهو. واي حد عايز اي استفسار او اي
استفسار او اي معلومة عن زراعة الاسطح يكتب لنا في الكومنت ويقول لنا هو عايز يزرع ايه، واحنا هنقول له بالتفصيل الممل ان شاء الله. ودمتم في رعاية الله ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.